السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في فيديو جديد إن شاء الله غادي دير اشتراك إلا عجبك الفيديو، حتى لا ما عجبكش بحول الله غدير اشتراك. اليوم غادي نهضروا على الفرق بين تشكيلتين المنتخب المغربي والمصري لأقل من 20 سنة. سنتحدث عن الاختلافات سنتحدث عن اللاعبين وعن أين يلعبون بالضبط وعن فرق الإمكانيات. وبحول الله نبدأ الآن. في حراسة المرمى ياسين يانيس بن شاوش ضد أنس تامر. تامر هو لاعب محلي مصري ضد بن شاوش الذي يلعب بنادي موناكو، رديف موناكو. وبطبيعة الحال يتفوق بن شاوش لأنه يلعب في الدوري الأوروبي. في الدفاع آيت بودلال ضد أبدين. بالطبع بودلال لاعب رسمي في نادي أميان الفرنسي ولاعب لرين الفرنسي. وننتقل إلى خط الدفاع باعوف ضد بوستجني. أسماء مصرية صعبة جدا في النطق، لكن باعوف يتفوق بامتياز لأنه يلعب في نادي أندرلاخت البلجيكي. مصباحي ضد سمير. بالطبع مصباحي يتفوق بكل امتياز لأنه يلعب في نادي توينتي الهولندي. وفي الجهات اليسرى سامي ضد الزرهوني. سأقول بكل حق سامي يتفوق على الزرهوني لأن سامي يلعب في نادي الأهلي المصري. وفي خط الوسط الجومة رقم 8 مبدع، هذا اللاعب مبدع جدا ضد بوكامير. رغم أن جومة يلعب في الدوري المصري وبوكامير يلعب في الدوري البلجيكي، إلا أنني أقول أن جومة يتفوق لاعبا ومهارة. وحيد ضد العلاوي. سأقول أن وحيد يتفوق على العلاوي لأن وحيد يلعب في نادي متفوق كنادي الزمالك المصري. السيد ضد الحداد. سأقول بكل صراحة الحداد لا هو نجم هذه التظاهرة بامتياز، لاعب نادي فينيزيا الإيطالي ونجم هذه التظاهرة بحول الله. وفي الجناح الأيمن معامع ضد عبد الله. وهذا اللاعبين متفوقين وبرزا بقوة جدا، ولكن بكل امتياز معامع لاعب نادي مونبولييه الفرنسي يحصل على المركز الأول. وفي خط الهجوم محمد ضد الزابيري المصاب. سأقول بكل صراحة الزابيري يتفوق بامتياز. وفي الجناح الأيسر وأخيرا خاضر ضد الضحاك. وبكل أمانة الضحاك بان دون المستوى في هذا اللقاء، لكن سأقول الضحاك يتفوق بكل امتياز. لهذا سنرى أن تفوق المنتخب المغربي ملحوظ جدا 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 على المنتخب المصري الذي بان عن ضعفه والذي دون المستوى في هذه البطولة.